إيوا هنايا لاله إلا كنتي معكازة بحالي وعكزانة توقفي في الكوزينة بزاف، شوفي هاد الطريقة هادي البنة والسهولة كتوجد دغيا، وبحبة ديال الشيفلور غادي توجدي أحسن طاجين في العالم كيجي بنين بزاف بزاف. خديت واحد الحبة ديال الشيفلور اللي كنقطعها على هاد الشكل، كنحيد لها الجدر، كنقطعها الأزهار اللي هي على هاد الشكل هذا اللي كتشوفوا في الصورة، كنقيها كنحيد لها ديك العريقات اللي كيكونوا قاصحين، وكنقيها إلا فيها شي حاجة اللي كتكون خاسر من الفوق، كنقطعها بالسكين وكنضيفها في الما فهاد الإناء اللي حدايا، نكمل بالتنقية ديال الشيفلور كامل، وغادي نخليه من بعد غادي نضيفو فواحد الطنجرة، وغادي نزيد عليه شوية د الملحة ونخليه كيتسلق، النار كتكون متوسطة. إلا توفرتو على الحامض ضيفوه حتى طرونش ديال الحامض كيحيد الريحة ديال الزفورية ديال الشيفلور. غادي ناخد 2 بصيلات كنقشرهم وغادي نقطعهم في الطاجين، طاجين ساهل ودغيا كيوجد. خديت هاد 2 بصيلات وغناخد 3 د الحبات ديال المطيشة حتى هما غادي نقطعهم. انا كنقطع البصله بالطريقه العاديه ملي كنكون مزروبه، يعني ما كنحتاج لا قطاعه لا هشوار، يعني كنخدم الايد ديالي اللي مولفينها، الصراحه عمليه كتجيني اكثر من اي حاجه. صافي قطعت البصيله ديالي وغادي نزيد عليها شويه ديال المليحه، وغادي نزيد عليها 2 فصيصات ديال الثومه حتى هما، يعني كنقشرهم غير بالايد ديالي وغنقطعهم بالايد ديالي. الثومه كتواتى مع الطاجين ديال الشيفلور يعني كتعطي واحد النسمه بنينه. وغادي نزيد شويه ديال زيت البلديه، غادي نخلي الطويجين على نار مهيله حتى كتنزل لي البصيله. الشيفلور كما كتشوفوا تسلق، يعني غنطفي عليه. هنا البصيله من بعد ما كتنزل لي البصيله غنزيد عليها هذوك 3 د الحبات ديال المطيشه وغنخليهم حتى هما هكذا، يعني مقطعين بطريقه عاديه. غنزيد عليهم شويه د القزبر والمعدنوس، كنزيد شويه ديال الخرقوم، شويه د الابزار، شويه د الكمون، وشويه ديال التحميره، شويه ديال السكينجبير، يعني غير شويه شويه من الحاجه. وغادي نزيد شويه ديال السودانيه، الصراحه كيعجبوني انا طويجنات بالحار، وكنضيف شويه ديال مطيشه د الحك. وغادي نخلط الطويجين ديالي كنخليه حتى كيتشحر، ديك المطيشه كتدخلها الطياب عاد كنستف الشيفلور كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، وحده حدا وحده. الطويجين كيجي بنين بزاف وساهل، ما كتوقفيش في الكوزينه بزاف، والبنه ديالو كتجي زوينه بزاف. الا جربتوه غادي يعجبكم بزاف. كنزيد 3 د الحبات ديال البيض غير هكذا كنحطهم من الفوق، وغادي نزيد مليحه وصافي. غادي نغطي الطويجين ونخليه يكمل الطياب ديالو. حنا من بعد ما كيطيب وصافي كنطفي عليه النار، كناخد شويه د الزيتون الاحمر كنستفو. انا الصراحه من عشاق الزيتون، يعني كنفضل طويجناتي كاملين يكون فيهم الزيتون حاضر. غادي ندوق الطويجين كيجي بنين بزاف بزاف، كيجي شهوه منه. نتمنى تجربوه ويجي يعجبكم وبصحه والراحه. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. ما تنساوش تخليو لي تعليق ولو بحرف. شكرا.